ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني بجد من اخر فيديو انا نزلته. القناه وحشتني، التصوير وحشني. انا بكلمك انتي اهي. ابتدينا حد جديد يسجل معايا الصوت. اه هيفهموا هم. المهم انا قلت كده دردش معاكم، قلت دوت اول فيديو ارجع كده اصوره من بعد الغيبه الطويله اللي انا غبتها. طبعا الفيديو اللي انا نزلته لكم اللي فات ده كان متصور من وانا حامل، يعني بقاله كام شهر، بتاع 6 شهور 7 شهور حاجه كده. إيه، انا والده من قبل العيد الكبير، شهر 6. الحمد لله. غبت ليه بقى؟ علشان انا من الشخصيات اللي ما بعرفش يعني يبقى يعني اشتغل او اعمل حاجه وانا بعدين انا مش واخده التصوير شغل جامد قوي، يعني ملتزمه بيه. بشوف ايه الالتزامات والاولويات المفروضه عليا. انا واخده التصوير حاجه بحبها، حاجه ترفيهيه ليا، اطلع فيها طاقه مثلا. شكرا. من ضغوط البيت والحياه والولاد وكلام من ده، فاهمين قصدي؟ فبشوف الاولويات اللي عندي، خصوصا ان انا كنت حامل وكنت تعبانه ومحاليل حديد في الفتره الاخيره. انتوا شفته في التصوير والفيديوهات والكلام من ده. فصراحة كنت لا تعبانة جدا، فما كنتش عارفة ان انا اوزن الاتنين مع بعض، وكنت يعني مش مستقيمة قوي في الفيديوهات، ومش شغلي شايفاه كويس وكلام من ده. فقلت لا، صاحب بالين كداب. فانا اوقف، ما اجيش على طاقتي ولا اجي على نفسي. وبعدين اللي بيحبني هيفضل مستنيني ويستمر معايا والكلام من ده، وان شاء الله لو ربنا كاتب لي رزق في حاجة ليها ميعاد. هي متنرفزة مني معلش. اي حاجة ليها ميعاد. ف يعني قلت خلاص، بلاش ضغط جامد قوي عليا، لان كنت تعبانه جدا، واستحاله بقى هعرف اصور. بسم الله يا ماما. فلوج ولاده، ومش لسه بدري قوي ان انا ابقى مخضرمه في الحاجات دي، فاهمين قصدي؟ ومعيش حد يصور ده لشغل. احنا بنصور حاجات يعني شخصيه وحاجات خاصه لينا وكلام من، لكن لشغل مش هلاقي حد يصور لي دوت من الالف للياء. لان اللي معايا هيبقوا مضغوطين بان هم قلقانين عليا والولاد والمولوده والكلام ده كده كله، فمش هيبقى في دماغهم في تصوير شغل خالص. فهبقى ضغط نفسي وضغط اللي حواليا كمان. وبعد الولاده مش هعرف انا لحد دلوقتي مش مالكه يعني فكره الانسه اللي متهيألي سامعين السيطره. وطفلين، ودخلت عليا المدارس مع الجرح مع كله، فكنت حاسه ان مضغوطه جامد، مع بقى شويه مشاكسات الحياه. والحمد لله كله بيعدي. بس هو ده اللي خلاني والله وقفت التصوير. لكن ولا قفل القناه ولا حاجه، انا بحب القناه قوي، بحب التصوير قوي قوي. وبحس انتوا بتكتبوا لي كومنتات كده، حد بيتكلم معايا ونس ليا كده، فاهمين؟ حباها، انا حباها، حابه التصوير. ان شاء الله يعني ارجع، استحملوني زي ما كنتوا بتستحملوني و... ونبقوا مع بعضينا دايما يا رب في الخير. وان شاء الله كده انا ناويه على حاجات كويسه جدا في القناه باذن الله، كده تصوير لذيذ بس يكون هادف من حاجه. بصراحه مش هكذب عليكم، انا متضايقه جدا، مش حابه فكره روتينات يوميه والكلام ده كده كله. انا كنت حابه حاجه تانية في القناه، بس كل حاجه بتيجي بوقتها. وكل واحد بياخد رزقه اللي مكتوب له. ان شاء الله اللي ربنا كاتبه لي خير هشوفه. مع الضيفه الجديده اللي بقيت معانا، الحمد لله سكتت اهي شويه، كانت مفكراني بكلم معاها. فهتتعودوا بقى عليها في التسجيل بعد كده في صوت مقابل ليا. المهم ان انا قلت ادردش معاكم كده دردشه سريعه، واقول لكم كنت غايبه ليه، والحمد لله مفيش اي حاجه وحشه ولا لينا ولا ليكم. بس كل الحكايه بقى ان انا الايام دي لما بدات تصوير الولاد كلها بردانه وانا بردانه، وانتوا عارفين الجو اللي احنا فيه. على الكل في دور وحش جدا في البلد، ربنا يعافينا يا رب ويعديها على خير. خدوا بالكم من ولادكم، خدوا بالكم من نفسيكم. وقلت ادردش معاكم شويه كده. بتمنى عودتي كده تكونوا خير ولطيفة على قلبكم. استناكم بإذن الله في فيديو جديد، والجديد ما ينساش اللايك والاشتراك ولا إله إلا الله.